هذه الولاية تشهد حادثة مؤسفة صدمت الجزائريين وأثارت خوفهم ورعبهم عشية عيد الأضحى. التفاصيل الكاملة مشاهدينا القضية بعد قليل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. شهدت ولاية ورقلة جنوبية الجزائر حادثة مؤسفة عشية عيد الأضحى، فقد خطفت رضيعة حديثة الولادة من المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالأم والطفلة، فيما اتجهت أصابع الاتهام لامرأة مجهولة الهوية. وفي التفاصيل، فقد أحدث خبر اختطاف رضيعة في ورقلة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اتهم خال الرضيعة العاملين والطاقم الإداري للمستشفى بالتواطؤ في العملية. وقد صرح أيضا خال الرضيعة أن أم الطفلة تتهم امرأة منقبة دخلت إلى مصلحة الولادات وخطفت ابنتها، وقال أن المرأة المنقبة جلست مع الأم وبعد لحظات غابت الأم عن الوعي، إما بسبب تداعيات الولادة أو سبب آخر مجهولة، لتستيقظ على صاعقة اختفاء رضيعتها. حسب تصريحات أقارب الضحية أيضا، فكاميرات المراقبة رصدت المرأة المنقبة لكنها لم تخلع نقابها طوال فترة تواجدها في المستشفى، الأمر الذي منع التعرف عليها. هذا وقد احتج سكان ورقلة تضامنا مع أهل الرضيعة، وكذلك على رأسهم أهل الرضيعة الذين يقطنون ببلدية الرويصات أمام المستشفى، مطالبين بمحاسبة المسؤولين في المرفق الصحي، في حين أعلنت حالة طوارئ في الولاية، حيث أطلقت مصالح الأمن تحقيقا واسعا للعثور على الطفلة المفقودة والقبض على الفاعل. وخلال ساعات انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجزائريون عن غضبهم من الواقعة وتعاطفوا مع أهلها، إذ علق أحدهم: كيف يمكن سرقة رضيعة من داخل مستشفى بهذه السهولة؟ لابد أن هناك تواطؤا من طرف المسؤولين أو الموظفين. وقال آخر: على مصالح الأمن والسلطات المختصة ألا يهدأوا حتى يعثروا عليها. فيما تساءل آخر: أين الكاميرات التي تنصب في جميع المؤسسات؟ هل فعلا لا أحد تفطن للمرأة وهي تسرق الرضيعة؟ وما زاد من استيائهم أن الحادثة ليست هي الأولى، فقبل أشهر تم استبدال رضيع بآخر، بينما كان الوالد ينتظر تسلم ابنه فتم تسليمه لرجل آخر، ما استدعى فتح تحقيق أسفر عنه توقيف إقصائية توليد وثلاثة ممرضات. نسأل الله السلامة للجميع، ونرجو من الله العلي القدير أن يرد هذه الرضيعة البريئة سالمة معافاة إلى والديها. شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.